من مدرسة بسيطة في المنيا للعالمية لطريق النوبل، شاب مصري حقق اللي علماء كتير ما قدرتش يوصلوا له بأقل الإمكانيات المتاحة. عمل اختراع قلب العالم كله، كرولوس موسى، الشاب اللي الدنيا كلها باختراع ما يخطرش على بال حد. حكايته هتعرفها معانا في الفيديو ده. شاب مصري بسيط من المنيا قدر يرفع اسم مصر في العالم كله، واسمه يتكتب في واحدة من أكبر مجالات العلوم في العالم. لا وإيه كمان، بيشتغل في واحدة من أعرق الجامعات في التاريخ، جامعة هارفارد. كرولوس موسى عنده 29 سنة. كرولوس بدأ رحلته من الصفر زي أي طالب عادي في مدرسة حكومية في ملاوي. كان حلمه من زمان إنه يشتغل في البحث العلمي، وفعلا كمل واشتغل على حلمه خطوة بخطوة لحد ما وصل للعالمية. كرولوس قدر مع فريق بحثي دولي في جامعة هارفارد يطوروا جهاز جديد بيتحكم في الضوء بطريقة عمرها ما حصلت قبل كده. الجهاز ده ببساطة بيقدر يغير شكل ومسار الفوتونات اللي هي جزئيات الضوء الصغيرة جدا، ويسيطر عليها بدقة عالية جدا. وده إنجاز علمي كبير في مجال الفيزياء والبصريات الكمومية. يعني لو حبينا نبسطها، هو وفريقه قدروا يخلوا الضوء يمشي ويتصرف زي ما هم عاوزين. مش بس كده، ده قدروا كمان يضغطوا كل المكونات اللي بتتحكم في الضوء في شريحة واحدة صغيرة جدا رفيعة، وبتتعمل نفس الشغل اللي بتعمله أجهزة كبيرة ومعقدة. وده معناه إن مستقبل أجهزة الكمبيوتر ممكن يتغير بالكامل بسبب الاكتشاف ده. التجربة دي انتشرت في مجلة ساينس، ودي من أكبر المجلات العلمية في العالم، وبينتشر فيها أبحاث علماء واخدين نوبل. الجميل في القصة مش بس الاكتشاف، ولكن كمان رحلة كرولوس نفسها. كرولوس بدأ من مدرسة بسيطة في المنيا، وبعدها دخل كلية التكنولوجيا الحيوية في جامعة مصر، وكان من الطلبة اللي بتحب المعمل والتجارب. بعد كده اشتغل في معمل الدكتور مصطفى السيد، واحد من أشهر العلماء المصريين في العالم. هناك بدأ ياخد خطواته الأولى في الأبحاث، وبعدها راح المركز القومي للبحوث في الدقي، واشتغل في شعبة اسمها الطريق إلى نوبل، ودي كانت نقطة تحول حقيقية في حياته. كرولوس بدأ بعدها إنه يسافر، وبدأ دراسته في جامعة هارفارد، وهناك لمع اسمه بسرعة جدا لحد ما بقى من ضمن الباحثين المميزين في مجال الفيزياء التطبيقية. اشتغل على مشاريع مدعومة من أمازون ويب سيرفرز AWS ومن الحكومة الأمريكية نفسها. الطريف إن ده مش أول إنجاز ليه، ده هو كسب قبل كده المركز الأول في مسابقة عالمية اسمها انتل ايسيف اللي كانت في ولاية بنسلفانيا، عن اختراعه لخياشيم صناعية بتشتغل بالطاقة المستدامة. يعني حتى وهو طالب في الثانوية كان عنده فكر مختلف وطموح مش طبيعي. كرولوس كمان كان من الشباب اللي حضروا افتتاح قناة السويس الجديدة سنة 2015، وكان واقف على يخت المحروسة مع الرئيس. ده كان يوم بيقول إنه عمره ما هينساه، لأنه حس إن مصر شايفاه وإن تعبه مش بيروح على الفاضي. النهارده لما تسمع إن باحث مصري في جامعة زي هارفارد قدر يغير شكل التعامل مع الضوء نفسه، لازم تحس بالفخر، لأن دي مش مجرد تجربة في معمل، دي نقلة في عالم التكنولوجيا كلها. وممكن تكون كمان بداية حقيقية لطريق مصر ناحية نوبل في الفيزياء زي ما قال زميله أحمد السباغ. كرولوس بدأ من مدرسة صغيرة في المنيا، النهارده بيشتغل في معمل من أكبر معامل العالم، بيفتح باب جديد للعلم، بيثبت إن المصري لما بيحط هدف قدامه مفيش حاجة هتوقفه، لا بلد ولا ظروف ولا إمكانيات.